الو. الو. ايوه يا سيد. سيد سامعني؟ انت فين؟ الو. الو. ممكن اعرف مين الراجل ده يا مدام؟ بتعملي ايه في شقته؟ ده علي يا اخويا. اوكي. يا علي. بتنده من جوه دي تبقى امي. الناس اللي شفتهم برا دول عيلتي. ده البيت والحاره اللي انا اتربيت فيها. دول اهلي اللي سالم منعني عنه. 90,000 جنيه اللي انا سحبتهم من البنك. قلت ان انا جبت بيهم خاتم اللي سألك عليه. كان علشان امي هتعمل عمليه قلب مفتوح. اديك شايف ما معهمش 90 جنيه، مش 90,000 جنيه. طب وسالم دي منعك ليه؟ ده كان شرط يوم ما اتجوزنا عشان ينقذني باللي انا كنت فيه. وايه اللي كنت فيه؟ يا مدام استني بس، يا مدام ما ينفعش كده. ايه ده في ايه؟ استاذ ابو اليزيد بيه، انا نجوى رمضان من طرف ايوه. طب من فضلك استني بره لما اخلص اجتماعي مع الباشا. بارت ايه واستنى ايه؟ انت لازم تسمعني. نام. شوفي حاجه تفوقها، شاي قهوه اي حاجه. انا مش عايزه شاي ولا قهوه ولا باكينام. انا عندي مصيبه ولازم تسمعني. حاضر بسرعه يا باكينام. انا شفتك فيها بنت قبل كده، جيتي المحل. شكلها كده عندها مشكلة. ما تشوف مالها دي. نخلص شغلنا الاول. كنت شربت لها حاجه وفايت من اللي هي فيه. انت مش شامم ريحه الخمره اللي ملت المكتب؟ هو الشغل يعني هيطير؟ اما امر غريب يا اخي. الذوق بيقول لك ليدز فيرست. ليديز وفيرست. انا فجأة لقيته في طريقي، ما اعرفش طلع منين، وقبل ما افرمل راح طاير على كبوت العربية، وقع على الارض. وفجأة لقيت ناس كتير قوي حواليا. رحت راجعة مرشدير بالعربية على الكباريه، وكلمك عادل بيه عشان تشوف لي حل. كباريه اللي انت بتجيلنا فيه كل شوية، ايه انت مش واخد بالك ولا ايه؟ هنشوف حل ان شاء الله، بس انت اهدي كده وعشان تبقي كويسه. باكينام، ورقه وقلم بسرعه. هتكتبي لي مكان الحادثه بالتفصيل، وبكره ان شاء الله تطلع على الشهر العقاري تعملي لي توكيل عام بالقضايا باسمي عشان اعرف اترافع عنك. حاضر يبقى كده. اتفضل. انا كتبت لك العنوان الكباريه بقى، انت عارفه يا اخويا. عارفه. تقدري تتفضلي دلوقتي وهستناكي بكره بالتوكيل. ماشي. قلتك بعافيه يا زو. اتفضلي. طيب يا ابو اليزيد، هفوت عليك بكره عشان نكمل كلامنا. ما اظنش. تحت امرك يا باشا. انا شايف انك مش ممكن تسوقي وانت في الحاله دي. يعني ممكن تعملي حادثه تانية. تسمحي لي اوصلك في الحته اللي انت عايزه تروحيها؟ ايوه بس يعني انا عربيتي هسيبها لوحدها كده. ما هو انا معايا السواق بتاعي، ممكن يسوق عربيتك ويمشي ورانا ووصلك مطرح ما انت عايزه. ايوه بس انا كده يعني هعطل حضرتك السلام. لا انا خلصت شغلي خالص، ما وريش اي حاجه. ممكن مفتاح العربيه من فضلك؟ ماشي. خلي بالك دي غاليه. طيب حاضر. فعلا خرجنا بعربيته، بس ما وصلنيش على بيتي زي ما قال لي. ده خدني على بار اول مره كنت اشوف مكان زيه. استغل اني ما كنتش في وعي وكمل عليا. انا خريجه معهد سكرتارية دفعه السنه اللي قبل اللي فاتت. حبيت واحد زميلي في المعهد، بس هو كان في سنه رابعه لما انا دخلت المعهد. بعد ما اتخرج بسنه جيت قدمني وطلب ايدي من اهلي. هم وافقوا.
عشان يرتاحوا من مصاريفي. بعد الجواز بقى اكتشفنا المصيبة. ايه؟ طلع مالوش في الستات؟ واسخن. طلع مالوش في الرجولة ومدمن ترامادول. المهم خدني معاه على الكباري اللي هو بيشتغل فيه. الأول كانت حجته قال يعني بيغير عليا وبيخاف يسيبني في البيت لوحدي طول الليل. وبعدها بشويتين اتهموه بسرقة الكيت بتاع الفرقة اللي كان بيصرفه على الهباب اللي بيبلبعه. كملي. وبعدين؟ كان مطلوب مننا نسدد 26,000 جنيه لعماد بيه صاحب الكباريه عشان البيه جوزي ما يتحبسش. اضطريت اشتغل في الكباريه عشان اسدد المبلغ. ايه؟ تفتحي للزباين؟ اسخن شويه. رقاصه. على بال ما جينا نسدد المبلغ بقى ليا جمهور كبير قوي. بقيت بكسب مبلغ محترم. البيه جوزي بيستلمه كل ليله بعد ما بقى فجأة مدير أعمال. سكتي ليه؟ كملي. وانت مالك انت بحكايتي وتشغل دماغك بيا دي اصلا؟ ما تشغليش نفسك بيا. كملي، انا عايز اسمعك. ايه؟ تضيع وقت؟ مش تضيع وقت قوي. كملي كملي. انا اتعلمت حاجتين في الكباريه. اول حاجه احافظ على نفسي بنفسي عشان ما يكونش جوزي ده في حته تانية خالص مش داريان بيه. تاني حاجه اتعلمت ده عشان ينسيني صفيحة الزبالة اللي رماني فيها. واديني اهو بدفع الثمن. خسرت مستقبلي. هتحبس. طب اشربي. اشربي وانسي موضوع الحبس ده خالص. ام سو سوري. انا اسف يا مدام نجوى. العمليه اتعقدت. الولد اللي انت خبطتيه مات، واهله عايزين حقه بالقانون ورافضين اي تفاهم. يعني ايه بقى؟ هتحبس؟ ما انا قلت لك ده مش هيحصل. اصبري واسمعي لغايه الاخر. كمل يا متر. الحل البديل ان نجوى رمضان تموت قبل البوليس ما يوصل لها. يومين ولقيته بيكلمني يقولي جهزي نفسك هنسافر قبل ما يقبضوا عليكي. فجأة لقيت نفسي واقفة قدام مركب كبيرة فهمت إنها بتاعته. سافرت معاه. كان أحن بني آدم في الكون لدرجة إني ما بقتش قادرة أصدق نفسي. وقلت جايز ربنا بيعوضني عن السنين اللي فاتت اللي أنا عشتها. وربنا رزقني براجل يعوضني عن الأب والزوج والحبيب. وأنا أصلا اتحرمت من التلاتة. بس طول ما أنا معاه وأنا مش عارفة أفرح باللي أنا فيه. عمالة أقول الراجل ده هربني من البوليس وسفرني بره وطلع لي باسبور باسم ريهام الحسيني. كل ده بلوشي كده. وأنا الكباريه وكمال علموني إن كل حاجة وليها تمن. ما سالتيش نفسك ولا مره انا بعمل معاكي كده ليه؟ اكيد. وصلتي ليه؟ مستنيه اسمع منك. احنا هنتجوز. وكمال جوزي. اعتبريه طلقك خلاص. بالسهوله دي؟ انا اتفقت معاه على المبلغ اللي هياخده. استني بس موافقتك عشان اقبضه. هتقبضوا تمني؟ يعني اعتبريه مهرك. في حاجه تانية كمان. ايه؟ نجوى خلاص ماتت. حتى بالنسبه لاقرب الناس ليكي، امك. عشت زوجة مطيعة مخلصة. لا كنت شايفة الملاك اللي أرحمني من السجن والعيشة السوداء اللي كنت عايشاها مع كمال. كان لطيف معايا في الأول وكريم معايا، ما قصرش في أي حاجة. حاول يلطف الجو بيني وبين بسنت عشان الدنيا تمشي. الحاجة الوحيدة اللي كدبت عليه فيها ما حافظتش على عهدي معاه هي عيلتي. ما كانش ينفع اسيبهم في الظروف اللي انت شايفها دي.
زي ما رعاية ربنا فيه رعاية ربنا في أهلي. لحد كده وعداك العيب؟ هو لحد كده فعلا وبس. بس بعد رجوعي من بره ودخولي الفيلا حصلت مشاكل كتير قوي مع بسنت. كانت دايما بتحسسني إنها ست البيت، تقعد تلقح عليا بالكلام عن فرق السن اللي بيني وبين أبوها، وإنها أنا بنت ناس، وإن أنا شكلي ما يديش إن أنا متأصلة زي عيلة أمها. كل يوم كان بيعدي عليا في البيت بحس إن أنا ببعد عن سالم، وإن السجن اللي أنقذني منه تمنه غالي قوي. أنا برضو تقريبا كنت عايشة في سجن كل يوم. كل العز اللي انت فيه ده وبتسميه سجن؟ لما تحس نفسك صغير قوي، تتشتم، تتهزق وتتضرب قدام الشغالين، مش قادر تقول حاجة، ده تسميه ايه؟ عشان كده عملت فيلم الخطف انت واخوكي. بعد الانفلات الأمني اللي حصل في البلد وحوادث الخطف اللي كنا بنسمع عنها كل يوم، وإحساسي إن وجودي في البيت بقى على كف عفريت، فكرت فكرة كده. كلمت علي أخويا، خليته يكلم فوزي ابن عمي، بيعملوا إن هم خطفوا وجيه، ونطلب فدية 10 مليون جنيه أأمن بيهم مستقبلي أنا وابني، عشان لو بسنت غدرت بيا وخالد سالم يغدر بيا في يوم من الأيام. وانا جيت انقذتك وبوظت كل حاجه. هتصدقني لو قلت لك إني بحمد ربنا إن ده حصل؟ تحمدي ربنا؟ تحمدي ربنا ان انا ضيعت منك 10 مليون جنيه؟ طب حطي نفسك مكاني وعقليها، ازاي؟ أنا حكيت لك حاجات أنت لو عقلتها هتعرف قد إيه إن أنا كنت صريحة معاك، ما خبيتش عنك أي حاجة، حتى لو اللي أنا قلته لك ده يغير نظرتك فيا. فكرة الخطف دي جت لي في لحظة يأس، الشيطان ضحك عليا فيها، حسسني إن أنا في يوم من الأيام هخرج من البيت ده وأنا خسرانة شبابي وصحتي في خدمة راجل أكبر من أبويا، على أساس إن هما من طينة وإحنا من طينة تانية. بدي اللي أنا عملت حسابه حصل، جايز جدا كنت سالم كتب كل فلوسه باسم بسنت يوم جوازتها، وابقى طلعت من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا.